السلام عليكم. لا تعودوا لسابق عهدكم. لعل الله سبحانه وتعالى كتبنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر الكريم، فمن الخذلان ومن الشقاء ومن علامات البعد عن الله سبحانه وتعالى أن نعود بعد رمضان للمعاصي وللذنوب وللشهوات والإغراق في الشبهات والملذات والإكثار من المباحات. حاولوا قدر الإمكان أن تجاهدوا أنفسكم وهواكم، وأن تسيروا وفق منهج الله، وأن تحيوا الحياة الطيبة الهنية السعيدة المليئة بالطهارة وبالأذكار وبالصلوات وقراءة القرآن وكل أعمال الخير، واحرصوا على المودة والتآخي. السلام عليكم ورحمة الله.